شايفين السويت شيرت دوت هنركب فيه سوستة شقية زي صاحبته بالظبط. بس اهم حاجة تصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نخش في الفيديو على طول. جبنا معانا سوستة كده نفس اللون او عايزاها لون تاني براحتك، كل واحد وذوقه. طبعا شايفين زي ما انتم شايفين كده السوستة كبيرة مش نفس المقاس. فاحنا هنعمل ايه؟ السوستة بتاعة السويت شيرت او الجواكت يا جماعة لازم تكون السوستة اللي هي بتتفتح خالص بتاعة الجاكيت. فاحنا اهم حاجة عندنا ان احنا نظبط السوستة من تحت والزيادة نطلعها من فوق زي الفيديو كده بالظبط. عشان خاطر في ناس كتير قوي بتروح تجيب السوستة ما تلاقيش نفس المقاس، فبتجيب مقاس اكبر. فتعالوا بصوا كده انا بظبط السوستة بتاعتي من تحت اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، وببدأ اطلع الزيادة بتاعتي لفوق اهو. بصوا ببدأ اطلعها لفوق، بجيب الماركة بتاعتي وببدأ اعلم كده اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده بالظبط. كده خلاص اتأكدت ان المقاس يعني الحمد لله مظبوط، لان انا مش عايزة افضل اركب وافك. فلازم اظبط الحاجات دي الاول، وببدأ احط وش السوستة في وش القماش، يعني الوش في الوش. طبعا هنا انا نسيت اركب معايا الدواس بقى، طبعا السوستة بتاعي عشان خاطر هو الدواس اللي بيركب السوستة بطريقة سحرية اهو يا جماعة. هنا طبعا كده انا هبدأ هنا كده ركبت خلاص. تعالوا بقى كده هنحط الوش في الوش زي ما حضراتكم شايفين كده، وش السوستة في الوش بتاع السويت شيرت. هنا طبعا بتأكد لان انا بحب اتأكد كتير قوي عشان ما بقى الخياطة اسهل منها مفيش، بس الفك ده انا ما بحبوش، رخم جدا. فلازم اتأكد ان الحاجة بتاعتي مظبوطة عشان ما افضلش كل شوية افك. طبعا هنا ببدأ احط السوستة بتاعتي على الحرف بتاع السويت شيرت، وببدأ افرد معايا كده من فوق ومن تحت، وامسك السوستة بتاعتي. مش عايزة اسيبها، عايزاها تبقى في نفس الشدة اللي انا شادة فيها الجسم. عشان خاطر السوستة بتاعتي بتيجي كده ساعات بتعمل سوستة تلاقيها عاملة مطبات. لا انا عايزة اعمل السوستة بتاعتي تبقى الخط بتاعها مستقيم ستريت كده، ما تكونش فيها يعني ايه عاملة زي المطبات كده بيبقى شكلها وحش. وطبعا الدواس دوت اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، الصراحة حل سحري جدا لتركيب السوستة، بمشي بيه جنب السوستة بالظبط وخلاص على كده. طبعا خلينا متفقين ان الدواس دوت بتجيبي مرة سوستة من فوق ومرة التانية من تحت. اي نعم في شمال ويمين، فانا جبت دواس واحد بس بركب مرة من فوق ومرة من تحت. والحمد لله اتعودت على كده وخلاص، بدل ما افضل اجيب واحد شمال وواحد يمين وافضل كل شوية افك المسمار واركب. هنا طبعا ببدأ اعلم معايا عشان خاطر طول القمر ما يطلعش فيه واحدة عالية وواحدة واطية، وعايزة الاتنين يبقوا قصاد بعضيهم. بدأت ان انا حطيت الحرف كده على حرف القمر زي ما حضراتكم شايفين، وابدأ اهو احطها، وبدأت ان انا اعمل فرماتورة كده اهو، امشي خطوة غرزتين كده. بس هنا للأسف المكنة قطعت، عايزة اقول لكل واحد نظره خلاص ما بقاش فيه، بس الحمد لله. هنا بدأت ان انا احطها تاني واظبطها، واعمل كده الفرماتورة بتاعتي، وابدأ اظبط معايا القمر مع القمر التاني عشان الاتنين يطلع شكلهم حلو، مفيش واحدة فيهم عالية عن التانية. هنا طبعا بمشي بيها كده على الحرف، ببدأ اظبط معايا كده اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين. بفرد معايا السويت شيرت من تحت، وهنا بدأت ان انا امسك من فوق عشان خاطر التشريط بتاعي كله يبقى واحد، ما يلاقيش نفس السويت شيرت سرح معايا، والاقي نفسي طالعه في الحته بتاعت الزياده، واجي في الاخر الاقي حته عاليه وحته واطيه من فوق، ومعرفش ايه اللي حصل معايا. اللي حصل معاكي لما يحصل معاكي كده تعرفي ان انت الماسكه بتاعتك ما كانتش واحده. هنا بدات بص خلاص كده بدات ان انا امشي. السوست خلاص قربت كده تركب اهو. بصوا جنبيها بزنق الدواس ده جنب السوسته، وهو خلاص بقى هي الدواس عارف هو بيعمل ايه. بصوا من فوق ومن تحت. بصوا بقى هنا اللهم بارك، ادي الخطوه اللي انا بقول لكم عليها، الاتنين قصاد بعض بالظبط. بدات ان انا اقلب معايا كده. بصوا بقى المطبات اللي انا بقول لكم عليها عشان تشوفوا اهو. بسم الله اللهم بارك. ادي كده اهو. بس انا بقى هاتني التانية ديوت، وفي الاخر هتشوفوا معايا وانا بعمل بقفل السوستة هقول لكم ازاي السوستة كانت مرتاحة معايا، مفيش المطبات اللي بتحصل الناس اللي بيسيبوا السوستة للسويت شيرت القماشة، وتيجي في الاخر تلاقي السوستة فيها زيادة والجسم مشدود، فبتطلع الاتنين مش مظبوطين، ويطلع الواحد وهو لابسه كده تحس ان السوستة عاملة مطبات على بطنه. لا طبعا كانت معايا غرزة فبفكها عشان خاطر الخيطة بتاعتي تطلع مستقيمة وحلوة.
هنا بصوا بدأت ان انا اظبط معايا كده الطرف على الطرف، واهم حاجة تخلي بالكم ان السوستة ما تكسرش الابرة. انا بمشي بيها، بصوا يا جماعة، بعمل كده وبمشي خطوة خطوة، بخاف امشي بيها جامد الابرة تتكسر مني صراحة يعني. الشغل في السوستة دي يا جماعة لازم تشتغلي بيها بحرص، عشان خاطر الابرة مش حكاية ان هي تتكسر، لأ. كده خلاص بقى بدأت ان انا اثبت معايا الجزء التاني بتاع الحرف الهودي. هنا بقى طبعا هبدأ كده ان انا اشيل السوستة بتاعت الحرف الزايد. هبدأ بقى انا ركبت معايا الدواس العادي، ابدأ بقى اعمل عرض رجلي من بره، يعني عرض رجلي من بره ابدأ اعمله معايا كده. بمشي بالراحة زي ما حضراتكم شايفين كده، وببدأ ان انا احرك السوستة معايا، ما سيبهاش جنب الدواس، او ارفع الدواس وارجعها لورا، يعني لا لقدام لا لورا، ما سيبهاش جنب الدواس اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبمشي واحدة واحدة. خلي بالكم وانا شغالة لازما ايد تسحب لقدام وايد تسحب لورا، عشان خاطر القماشة ما تعملش كسرات. ماشي يا جماعة، انا بسحب كده، شايفين ايد بتسحب لورا وايد لقدام. بس كده. ما تنسوش تصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وانتوا بتتفرجوا على الفيديوهات. ونفسي بقى الفيديو بتاعي كده مرة يطلع اكسبلور زي ما بيقولوا، بس للأسف بلاقي ناس قليلة جدا هم اللي بيتفاعلوا مع الفيديو. بس يعني يا ريت تكون الفيديوهات بتقدر تفيدكم، وما تنسونوش بدعوة حلوة جدا من قلبكم. بصوا هنا بدأت ان انا اعمل برضو الاتجاه التاني اهو، بشد من فوق ومن تحت كده اهو، زي ما حضراتكم كده شايفين بالظبط اهو كده. بس خلاص عملنا الفرماتورة بتاعتنا بالراحة، وتعالوا بقى نقفل السوستة واوريكم جمال السوستة شكلها عامل ازاي لما خلصناها. واللهم بارك اكنك لسه جايباه، ولا لعبت في حاجة ولا اي حاجة. شايفين يا جماعة السوستة عاملة ازاي؟ اللهم بارك، جميلة جدا. شايفين وادي العروض بتاعتها، العرضين واحد، اللهم بارك. شايفين اهو، والمسافات بتاعتها حلوة، اللهم بارك، جميلة. شايفين حاجة كده فاخر من الاخر. سلام.